لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. كل عام وانتم بخير. هجاوب على بعض الأسئلة اللي طرحت حول برنامج قمرة. طبعا أول سؤال ليش تركت خواطر؟ والجواب باختصار أنه حسيت أنه 11 سنة كانت كافية وخواطر أدى رسالته الإعلامية. طبعا لما وقفت خواطر قرار صعب جدا، ولكن ما كنت مقرر بعدها حكمل إعلام ولا لا، ما كانت لسه الأمور واضحة. دخلت في خلوة كده، رحت على مكان جزيرة بعيدة وجلست أكثر من شهر لوحدي بدون إنترنت بدون جوالات علشان أصفي ذهني. فخرجت من الخلوة بخلاصة أنه الله سبحانه وتعالى أعطاني أدوات معينة المفروض أني ما أتركها ولكن أستثمرها في الخير. فقررت أني أسوي برنامج إعلامي، ولكن بشرط أنه يكون هذا البرنامج ما هو متمحور حولي، يعطي فرصة للناس. فجاءت فكرة قمرة أنه الناس يسووا مشاركاتهم ويعبروا عن رأيهم بأسلوبهم وبطريقتهم، فنفتح المجال. أكبر تحدي واجهناه في قمرة كان مستوى المشاركات، طبعا لأنه فاتحين المجال للكل، فكان في تفاوت مرة ضخم في المستويات. لذلك حتلاحظوا اختلاف كبير في المستويات بين الحلقات، وفي داخل الحلقة يمكن تلاقوا مقاطع متميزة جدا ومقاطع ضعيفة، وهذا يمكن من الأسباب اللي تخلي بعض. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.